عمرك سألت نفسك ليه كل مرة بترجع لنفس الشخص اللي بيأذيك؟ ليه بتحن للحاجة اللي وجعتك؟ الموضوع مش ضعف، دي كيمياء في دماغك. اللي بيحصل في العلاقات السامة أشبه ما يكون بالدوبامين. أيوة كده صديقي، زي المخدرات بالظبط. ليه بقى؟ لأن الدماغ بتحب المفاجآت. الدماغ بتحب المفاجآت والدراما والأكشن والمشاعر الطالعة نازلة. مرة يهتم بيك ومرة يتجاهلك تماما. المفاجآت غير المتوقعة دي واللخبطة بتخلي دماغك بتطلع دوبامين اكتر، فبالتالي بتبقى اسعد، وده بيخلي عقلك بيتعلق اكتر بالعلاقه دي حتى لو كانت مؤذيه، وتفتكر نفسك بتحب، لكن اللي انت فيه اصلا اسمه ادمان عاطفي. وده السبب بقى انك لما بتبعد بتحس باعراض انسحاب. ايوه بالظبط زي اعراض انسحاب المخدرات، وتفضل بقى تدور على الماده، الاهتمام، اللحظه، الرسائل، المشاعر، المكالمات اللي ترجع لك الدوبامين من تاني. النجاة من الحب السام مش بس قرار، دي عملية معقدة جدا ومحتاجة وعي، ومحتاجة تحب نفسك صح وتعرف قيمة نفسك. اعمل لي منشن بقى لأكتر علاقة سامة في حياتك.